بنتيجة 6-0 مع الرحمة بيفوز بضلاء الأهلي على نادي الألمونيوم المتواضع، وبنتأهل للدور ال16 من بطولة كاس مصر عن طريق حصة تدريبية ما ينفعش نوصفها غير بأنها سهلة زيادة عن اللزوم. حسام البدري بدأ اللقاء بالتشكيل المعتاد 4-2-3-1. محمد الشناوي قدامه من اليمين، محمد هاني، رامي ربيعة ومحمد نجيب قلبين دفاع، علي معلول باك شمال. على دايرة السنتر أكرم توفيق والكابتن حسام عاشور. قدامهم صالح جمعة، على يمينه محمد حمدي زكي، وعلى شماله مؤمن زكريا، وهما التلاتة واخدين أوامر بالحرية التامة في الحركة. وعمرو جمال راس الحرب. محطة سهلة جدا في مشوار الأهلي في الكاس استغلها كابتن حسام البدري في إنه يريح الأساسيين والناس اللي عندها إنذارات قبل ديربي القاهرة، ويدي فرصة للناس اللي ما بنشوفهاش بتشارك أو اللي بيشاركوا بس لدقايق بسيطة. وصفي للماتش انه سهل جدا مجاش بناء على اسم نادي الألمونيوم، بدليل اني كنت خايف في الفيديو اللي فات من اي مفاجأة ممكن تحصل، ولكن الوصف ده كان بناء على اللي شفته في الماتش من فرقة الألمونيوم نفسها، لانهم فعلا كانوا مش منظمين ومش معروف او مفهوم ايه طريقة لعبهم في الملعب، كان شكلهم عشوائي جدا، وده سهل المهمة جدا على البدري واللعيبة اللي لعبت الماتش ده. علشان كده كنت تحس ان لعيبتنا ما بتفرحش باي هدف بيجي وحاسين قوي بسهولة الماتش. بناء على الكلام اللي فات ده كله، تحليل ماتش النهارده مش هيكون تحليل فني صرف معتاد زي اللي احنا كنا متعودين عليه، ولكنه تقييم بسيط ومفصل نوعا ما عن مستوى اللعيبه اللي لعبت في الماتش ده بالذات. ده مش معناه انه هيكون مقياس حقيقي لمستواهم في اي ماتش تاني عادي. الشوط الاول بدأ بداية طبيعية جدا، الاهلي نزل ضاغط على الألمونيوم من اول الماتش علشان يفرض كلمته على ارض الملعب، منعا لاي فرصة للمفاجآت انها تحصل، وفعلا جبنا هدفين وضيعنا حوالي 4 غيرهم، وبالنسبة لي ده شيء سلبي، وقلت قبل كده لو عندك فرصة استغلها بأكبر قدر ممكن، ومهما كان الفريق اللي قدامك اسمه ايه ومستواه وحجمه عامل ازاي ما تتهاونش في انك تعمل اكبر سكور قدامه طالما ده متاح ومتسهل لك. الشوط التاني ما اختلفش كتير عن الشوط الاول، الألمونيوم نفس العشوائية وما عندهمش لا هدف ولا حافز، وعلشان اكون صريح معاكم ولا فرصة كمان، وبلغة الملاكمة استسلموا ورموا الفوطة بدري قوي، وده سهل الدنيا اكتر واكتر على لعيبة الاهلي، ونجحوا انهم يجيبوا 4 اهداف تانية، وبرضه ضيعوا ياما ولكن بنسبة اقل شوية من الشوط الاول، والماتش كله خلص 6-0. نتكلم بقى شوية عن اللعيبة. الشناوي ما جاش عليه ولا كورة خالص طول الماتش، والكور اللي جات له البسيطة مسكها، واخطرهم كان في الدقيقة 76 في الهجمة الوحيدة من فرقة الألمونيوم مع انها كانت سهلة جدا برضه. محمد هاني كان ناشط جدا ناحية اليمين وكان عامل جبهة كويسة مع محمد حمدي زكي، بس لسه مستغرب عرضياته، مفيش ليه ولا عرضية عالية غير يمكن الوحيدة اللي اتعملت في أول الماتش في الدقيقة 11، ودي ما كانتش متقنة كمان. رامي ربيعة أسد طبعا، متميز في إنه مش بيشتت الكور ودايما بيفكر في إنه يبدأ هجمة صح. محمد نجيب كويس ولكن بحسه مش متواصل مع زمايله، بحسه موظف جوه الملعب بينزل يلعب وخلاص، ما بيتكلمش مع زمايله، ودي نقطة خطيرة جدا لو في ماتش تاني هتضايقنا. علي معلول راجع متذبذب شوية، مش وحش ولكن مش ده علي معلول بتاع بداية الموسم. علي أحسن من كده بكتير، لأنه من اللعيبة اللي بتتقارن بمستواها القديم مش بلاعب تاني في نفس المركز. حسام عاشور هو حسام عاشور، مسمار نص الملعب الهادي اللي مش بيبان كتير، التقليدي ابو مستوى ثابت واخطاء قليله. اكرم توفيق ليه عتاب جامد جدا عليه في اول الماتش لانه لبس نفسه انذار ساذج جدا ملوش اي لازمه، وفي حته غير مؤثره جدا من الملعب عند كورنر فريق الألمونيوم. انا عارف انك متحمس وعايز تثبت نفسك يا اكرم، بس مش كده ومش في الماتش ده. انت كنت عنيف جدا النهارده والانذار ده حجمك لغايه لما خرجت وكتفك خلاك مش بتلعب مستريح، لا منه عارف تثبت نفسك ولا منه بتستمتع في الماتش. يا سيدي عليك وعلى تمريراتك يا صالح يا جمعة، فعلا خير خلف لعبد الله السعيد، الله ينور، بس بالله عليك اشتغل على فورمتك البدنية لاننا كلنا جمهور النادي الاهلي منتظرك جدا في المستقبل القريب قوي. مؤمن زكريا عمل ماتش حلو، صنع جولين وجاب جول، ماتش كويس لمؤمن بالرغم من سهولته، ولكن لازم ياخد حقه كامل لانه صنع جولين زي ما قلنا، وشارك كمان في الجول الاول بتاع عمرو جمال وجاب جول. حمدي زكي واضح جدا عليك انك لاعب كوره موهوب وذكي جدا، ما جبتش اجوال بس كنت فعال جدا وعملت جبهه حلوه ناحيه اليمين وضيعت كتير قوي،
يا رب كابتن حسام البدري يفتكرك في الدوري. عمرو جمال: لعبت كويس نوعا ما وجبت جولين، ولكن كنت حاسك همدان، مش عايز تجري او تلعب او متضايق من حاجة، بس ده ما يمنعش انك ارتقائك كان حلو جدا في الجول التالت، اجتهد اكتر يا غزال. صابر رحيل ملحقش يعمل اي حاجة في الماتش، وكان الهدف من تغييره راحة حسام عاشور في الدقيقة 80. وميدو جابر نزل نشط شوية وعمل كام باص كده حلوين، بيقولوا ان لو كان بدأ كان زمانه عامل ماتش عالي قوي. العمدة بقى حمد لله على سلامتك يا جان، نازل في الدقيقة 55 تقريبا وجبت هاتريك، وده الصح. ماليش دعوة بماتش سهل او لا، انا ليا دعوة اني مضيعش اي فرصة تجيلي. اخيرا انا مش عاوز اكون الانسان الرخم مفسد الحفلات، وهقول لكم احتفلوا وافرحوا بالمكسب ده، ولكن ما تبالغوش وافتكروا انه مش الماتش اللي نقيس عليه مستوى الاهلي، مع احترامي طبعا لفرقة الالومنيوم. انا متاسف جدا لو باين على صوتي التعب او الارهاق، بس انا فعلا عندي شويه ظروف شخصيه كده صعبه جدا عليا و... والحمد لله ان انا عرفت اطلع الفيديو ده النهارده. يا ريت دعواتكم تبقى معانا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. كان معاكم هيما تيوب، سلام.